الفترة اللي فاتت وصلتني رسايل ملهاش عدد. ناس من كل مكان بيبعتولي قصص غريبة، قصص مليانة مشاعر، وكل القصص دي ليها حاجة واحدة بس مشتركة، هي الصلاة الإبراهيمية. جملة واحدة كانت المفتاح اللي قلب حياتهم كلها. منكرش إن بعض القصص خلتني أعيط، بعض القصص حسيت إن أنا لو ما كنتش أنا اللي بقراها دلوقتي ما كنتش هصدقها. في قصص لحد دلوقتي مش قادرة أنساها، فعملت لكم الفيديو ده. جمعت من القصص دي 10 بس، متهيألي دول كانوا أغرب وأقوى القصص اللي اتبعتولي أو اللي أنا شفتهم. عايزاكم تقولولي في التعليقات تحبوا الفيديوهات الجاية تكون قصة واحدة لوحدها في فيديو ولا نكمل بالشكل ده. يلا بينا نبدأ، بس قبل أي حاجة صلوا على النبي، عشان القصص دي مش مجرد حكايات، دي أبواب من السما اتفتحت بكلمة واحدة. أول قصة معايا بتقول: أنا مش هنسى اليوم اللي سابني فيه، كأن روحي خرجت مني وأنا واقفة قدامي. كنا بنحب بعض من وإحنا في الجامعة، 3 سنين حب وضحك، 3 سنين حب في الجامعة. لكن في يوم وهو جاي يتقدم لها باباها رفض، مش عشان هو وحش، عشان اختلافات عائلية هي مرضتش تقول تفاصيل عنها. بتقول وقتها هي كانت ضعيفة، خافت إن هي تواجه، سكتت، وهو بدوره سابها واختفى، ما ظهرش، ما كلمهاش لمدة 7 سنين. بتقول كل ما كنت بدعي كنت بقول يا رب رجعه، بس لو في خير، بس هو ما رجعش. في يوم بتقول كانت قاعدة لوحدها بتسمع درس لشيخ بيتكلم عن الصلاة الإبراهيمية. الشيخ ده كان بيقول لو عندك حاجة صعبة قول الصلاة الإبراهيمية كتير، كتير قوي، وخلي نيتك واضحة لربنا. قلت ماشي وجربت، بدأت تقولها كل يوم بعد كل صلاة 100 مرة، وفي قيام الليل 500 مرة، وفي يوم الجمعة كانت تقريبا بتعدي 1000 مرة. بتقول بعد 40 يوم بالظبط وأنا في شغلي جالي مسج غريبة، رقم مش عندي، بس أول ما قلت ألو لقيت بيقول اسمي، وبيقول لها إن آسف إن هو اختفى. بيقول أنا رجعت عشان أقولك إن أنا ما فقدتش الأمل أبدا، حتى لو أنا كنت بعيد ومختفي، وكل يوم كنت بحلم بيكي وبحلم إن احنا نكون مع بعض، بس كنت محتاجة أجهز نفسي، وكنت محتاج أصلح كل الحاجات اللي باباكي كان مش موافق عليها. البنت رجعت له وراح اتقدم لها تاني. البنت كانت قوية والولد كان مجهز نفسه. باباها المرة دي الحمد لله وافق وتم الزواج على خير. القصة التانية، بنت باباها فاق من الغيبوبة بعد 12 يوم. البنت بتقول أنا ما شفتش الموت بعيني إلا لما شفت بابايا مرمي في العناية المركزة. كان راجع من الشغل، عربية خبطته، وبعدين الناس بلغوها. رحت المستشفى لقيته في غيبوبة، الدماغ متأثرة بشكل كبير قوي والضغط نازل. الدكاترة بيقولولها ادعيله. 12 يوم وأنا قاعدة جنبه، بشوف جسمه نايم بس روحه مش موجودة، ببص على جهاز النبض ودموعي بتنزل. وفي مرة وأنا حاسة إني هموت من التعب سمعت شيخ في فيديو بيقول الملايكة بتنزل عند الصلاة على النبي، يمكن تنزل بالرحمة اللي مستنياها مريضك. ومن ساعتها كنت بقولها كل دقيقة، كل مرة أقولها كنت بحس إني بنضف من جوه. وفي فجر اليوم ال13 وأنا بقراها
وأنا ماسكة إيد بابايا فجأة صباعه اتحرك. ببص بسرعة لقيت عينيه بتتحرك، وبعدين فتحها وقال لي بصوت واطي: يا بنتي، صليتي عليا؟ هي أكيد قصدها إني صليتي على النبي، يعني ده اللي أنا فهمته من الجملة. سبحان الله. القصة التالتة عن ست عقيم، ربنا الحمد لله بفضله رزقها بتوأم. بتقول 9 سنين وأنا مستنية كلمة مبروك انتي حامل. 9 سنين وأنا بلبس أبيض في كل الأفراح وأنا جوايا مكسور. كل دكتور يقول مفيش أمل، كل صديقة تبعد عني عشان مش عايزين يكلموني عن ولادهم، وكل رمضان وأنا بدعي وبسكت. وفي يوم دخلت أوضة الصلاة وقعدت أقول: يا رب، لو مكتوب لي أحضن بيبي فاكتب لي ده وقربه ليا، ولو مش مكتوب لي فاكتب لي الرضا. وبعدها فتحت مصحف صغير لقيته عيني وقع على كلمة: صلوا عليه وسلموا تسليما. قلت أبدأ كل يوم بعد الفجر أقولها 1000 مرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مر 3 شهور، سافرت مع جوزي مصيف، حسيت بتعب، رحت حللت بعديها فورا. الدكتور قالت لي: مبروك، انتي حامل في توأم. وقفت من البلكونة بدموعي وبضحك وقلت: يا رب، ما كنتش أعرف إن المعجزة ممكن تيجي في شكل صوت بيترفع بصلاة وبينزل ببشرى. القصة اللي بعد كده بتقول، أو ده ولد بيقول: كنت تايه نفسيا وجالي منحة من كندا فجأة. الولد بيقول: أنا كنت فاقد الشغف تماما، تايه من بعد ما اتخرجت، مش عارف أنا عايز ايه. قدمت في جامعات كتير برا، مفيش أي رد. العيلة كلها بدأت تقولي: كفاية، اشتغل لك بقى أي شغلانة وخلاص. كنت بصلي بس كأنه فرض، مش دايما بيكون بقلب. حد مرة قالي: جرب تقول الصلاة الإبراهيمية بنية محددة، وقولها كأنك شايف النبي قدامك. قلت لنفسي أنا مش خسران حاجة. بدأت كل يوم قبل ما أنام أقولها 500 مرة. بعد أسبوعين جالي إيميل إن هو مبروك اتقبل في منحة دراسية في كندا أغسطس الجاي، اللي هو المفروض بقى الشهر ده عشان النهاردة 1 أغسطس. طيارة مستنياني وأنا ماسك الباسبور بتاعي وقلبي بيقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. القصة اللي بعد كده عن ست اتجوزت 3 مرات واتطلقت 3 مرات. الست بتقول: أنا اتحطيت في موقف متمناش أي حد يتحط فيه. 3 جوازات، 3 طلقات، كل واحدة أقصى من التانية. واحد قبل ما يمشي قال لي: انتي مش بتفهميني. التاني قال لها: أهلك السبب. التالت ما كانش بيبص في وشها أصلا. وكل مرة أخرج من الجوازة أخرج مكسورة أكتر من اللي قبليها. بقيت أخاف أبص في المراية، بقيت أقول: هو أنا فيها حاجة غلط؟ في حكمة معينة ربنا مأخر عليا الفرحة بسببها؟ في ليلة وأنا نايمة حلمت إني ماشية في طريق كله ضلمة، وفجأة نور جه من بعيد. سمعت الصوت بيقول: صلوا على النبي. قمت من النوم وقلت: خلاص، مش هدعي لحد، أنا هدعي لنفسي وهبدأ بالصلاة على النبي. كل يوم بعد الفجر 1000 مرة، في الضلمة في النور،
وأنا بنضف وأنا سايقة. كنت بقولها مش بس بلساني، بقلبي كله. عدت شهور وفجأة حياتي بدأت تتغير. جالي شغل في مجال التنمية البشرية، بدأت أتكلم وأساعد غيري. بقيت بستقبل آلاف الرسايل من ستات مطلقة بيقولولي انتي مصدر نور وأمل لينا. بتقول أنا اللي كنت ببكي في ركن الأوضة دلوقتي بقت مصدر أمل لناس. سبحان الله. القصة اللي بعد كده عن سيدة ابنها تاه في الحرم. بتقول كنت في مكة بحقق حلم حياتي، ربنا يوعدنا جميعا. بس اللحظة اللي كنت فيها في قمة السعادة اتحولت لرعب. ابني عنده 10 سنين ضاع مني في الحرم. ثواني وأنا بس برفع عيني بصيت عليه تاني مش لاقياه. دورت، ناديت، رحت للشرطة، مفيش حد شافه. قلبي وقع. كنت هشيل التراب من الأرض بإيدي عشان ألاقيه. افتكرت كلمة شيخي قبل ما أسافر قالهالي، قالي لو ضاع منك شيء غالي صلي على النبي يمكن يرجع. وقفت قدام الكعبة وبدأت أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. كل دقيقة بتعدي وأنا بقولها دموعي بتنزل والناس ماشية حواليا وأنا اللي تايهة. عدت نص ساعة تقريبا وفجأة لقيت ابني بيجري ناحيتي وهو بيضحك وبيقولي أنا شفت راجل وشه مليان نور بيقولي أمك هناك أهي مستنياك، روح لها. سبحان الله. القصة اللي بعد كده عن سيدة كانت بتشتغل في البيوت، بتنظف بتغسل بتكنس، والناس ما كانتش بعض الناس خلينا نقول بلاش نعمم الموضوع، بعض الناس ما كانتش بتشوفها بني آدمة على حسب قولها يعني. بتقول كنت بشتغل في بيت ست كبيرة، وفي يوم وأنا بنظف مكتبها وقعت مني ورقة مكتوب فيها الصلاة الإبراهيمية بخط الإيد. قريتها وأخدت حطيتها في جيبها، ومن وقتها بقت تقولها كل يوم. بتقول كنت بقولها وأنا ماشية وأنا قبل ما أنام وأنا بنظف المواعين. بعد شهور الست اللي كانت بتشتغل عندها قررت تسافر، سابت لها المطبخ بتاعها اللي كانت بتطبخ فيه للحفلات يعني. قالت لها أنا واثقة فيكي كملي. بدأت تطبخ وتبيع، عملت مشروع صغير كبر. دلوقتي عندها شركة كاترينج، 3 موظفين واسم معروف في المنطقة اللي هي فيها. السر بعد فضل ربنا طبعا هي الصلاة على النبي. القصة اللي بعد كده عن سيدة أو أم بتحكي بتقول ابنها كان ملاك لحد ما اتصاحب على شلة، يعني صحبة سوء. بدأ بشيشة نوع من أنواع المخدرات، بعديها بقى ياخد حاجات تانية هي مش عارفة اسمها. بتقول كان بيخش عليا بيكسر بيسرق، وأنا كنت ببوس إيده وهو نايم وأقول يا رب رجعه. وفي ليلة لقيته مرمي في الحمام مغمى عليه. دخل المستشفى والكل قالي ده لازم يتعالج في مصحة، بس أنا قررت أعالجه بقلبي. بدأت كل يوم بعد الفجر أقول الصلاة الإبراهيمية 100 200 300 مرة. دموعي بتنزل وقلبي بيتوجع، بس بقيت أقولها بإصرار. في يوم دخل عليا قعد جنبي وقال لي أنا حلمت بسيدنا النبي، سبحان الله، وقال لي أنت وجعت أمك كفاية. آه، ومن ساعتها بطل كل حاجة، بقى بيصلي بيشتغل وبيقول لي أنا كنت ميت ورجعت على صلاتك.
سبحان الله، يعني اللي يجيله سيدنا النبي في المنام دي حاجة كبيرة قوي. ربنا يعني يوعدنا جميعا. القصة اللي بعد كده بيقول راجل كبير حصلت له حادثة خدته من الدنيا. بيقول كنت شغال على ونش واتقلب بيا، ظهري اتكسر. الدكاترة قالولي ملكش علاج، هتعيش على كرسي متحرك. 10 سنين بنزل أصلي وأنا قاعد. كنت بحس إني ناقص، إني مش راجل. لحد ما جالي شاب صغير في المسجد قالي جرب تقول الصلاة الإبراهيمية كل يوم بنية الشفاء. قلت يا رب، كل يوم بعد الفجر بصوت عالي هقول الصلاة الإبراهيمية على قد ما أقدر. عدى 6 شهور تقريبا، وفي يوم الجمعة قاعد في الصف الأول في المسجد، سمعت الخطيب بيقول شفاء الأمة في الصلاة على نبيها. دمعت ساعتها ورفعت إيدي وقلت يا رب اجعلها النهاردة. وسبحان الله، وأنا في بيتي قمت من الكرسي عشان أشيل حاجة، لقيتني واقف بجد. آخر قصة معانا لبنت بتقول كنت راجعة من شغلي وأنا سايقة بسرعة قوي، فجأة عربية نقل خبطتني، فقدت الوعي. بس في اللحظة الأخيرة وأنا حاسة الدم بيسيل مني قلت بصوت واطي جدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعدين الدنيا سكتت. بعدها صحيت من المستشفى، لقيت الممرضة بتقولي انتي كنتي على وشك توقف قلب. فجأة النبض رجع تاني. الدكتور بيقولي معرفش حصل ايه، بس احنا بنقولك انتي رجعتي من الموت. انا كنت لوحدي، بس كنت معاه، مع اللي اسمه بيرجع الروح حتى وهي بتطلع. طبعا اولا واخيرا كل ده بفضل ربنا. كل اللي حكيته لكم ده مش حواديت، دي قصص وارواح حقيقية على الارض، ربنا رفعها بكلمة. ما تستناش المعجزة تيجي، انت اصنعها بقلبك ولسانك بفضل ربنا. ابدأ من النهاردة وقولها كل يوم، كل ما تتوجع، كل ما تحب، كل ما تخاف. يمكن تكون انت القصة رقم 11.